اليوم أتحدث عن مصر. من شاهد الأرض وأقطارها والناس أنواعا وأجناسا ولا رأى مصر ولا أهلها فما رأى الدنيا ولا الناس. هي أم البلاد وهي موطن المجاهدين والعباد، قاهرت قاهرتها الأمم ووصلت بركاتها إلى العرب والعجم. هي بلاد كريمة التربة مؤنسة لذوي الغربة، فكم لمصر وأهلها من فضائل ومزايا. إذا ذكرت المصريين ذكرت الكعبة والبيت الحرام أكثر من 1000 سنة، وكسوة الكعبة ترسل من مصر إلى مكة. إذا ذكرت المصريين ذكرت الحجاج والمعتمرين، فإن البعثة الطبية المصرية كانت في الحج لسنوات طويلة، هي أبرز ما ينفع الحجاج في علاجهم. إذا ذكرت المصريين ذكرت الدفاع عن فلسطين وذكرت الجهاد والمجاهدين. إذا ذكرت المصريين ذكرت أمنا هاجر ومارية القبطية، ذكرت أخوال رسولنا وأصهار نبينا. إن في أرضكم الوادي المقدس طوى، وفيها الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى عليه السلام، وفيها الجبل الذي تجلى الله جل وعلا إليه فانهد الجبل دكا. وعلى أرض مصر ضرب موسى عليه السلام بعصاه فانفلق الحجر له ماء وانشق البحر له فكان كل فرق كالطود العظيم. وفي أرضكم يجري نهر النيل المبارك الذي ينبع من أصله من الجنة. وفي أرض مصر الربوة التي أوى إليها عيسى عليه السلام وأمه. وعند المصريين جامع عمرو بن العاص صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أول جامع بني في قارة أفريقيا، وقد ضبط قبلته جماعة من الصحابة قدروا ب80 صحابيا. وعند المصريين جامع الأزهر الذي له الفضل المشهور والعلم المنثور والتقدم الكاسر والارتفاع القاهر. العلماء فيه متكاثرون والعباد فيه قائمون والزوار إليه متوافدون. إذا أردت القرآن وتجويده فالتفت إلى مصر. إذا أردت اللغة والفصاحة فإنك تنتهي إلى مصر. إذا أردت الأخلاق الحسنة وحلاوة اللسان وحلاوة التلاوة والقرآن فالتفت لزاما إلى مصر. إننا لا نتحدث عن بلد عادي، إننا نتحدث عن بلد عظيم القدر جليل الجناب. أشار الله تعالى لكبر مصر وأشار لعظم مساحتها فقال جل وعلا: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. قال عمرو بن العاص رحمه الله ورضي عنه قال: ولاية مصر جامعة تعدل الخلافة، يعني أن كل بلاد الإسلام في كفة، وإن الذي يلي على مصر يكون أخذ الكفة الأخرى. وقال سعيد بن هلال: إن مصر أم البلاد وغوث العباد، إن مصر مصورة في كتب الأوائل وقد مدت إليها سائر المدن يدها تستطعمها، وذلك لأن خيراتها كانت تفيض على تلك البلدان. وقال الجاحظ: إن أهل مصر يستغنون بما فيها من خيرات عن كل بلد، حتى لو ضرب بينها وبين بلاد الدنيا بسور ما ضرهم. وفي مصر رباط الإسكندرية الذي رابط فيه العلماء والزهاد والعباد والمجاهدون والأبطال والشجعان، فهي وصية للأمة كلها لكل من تعامل مع المصريين أن يحسن إليهم وأن يكرمهم وأن يعرف قدرهم وأن يقف معهم عند حاجتهم وأن ينصرهم عندما يؤذون. الهدية إليهم من أفضل الهدايا وأذيتهم من أعظم الرزايا. ولم يكتف نبينا صلى الله عليه وسلم بمدح مصر وأهلها، بل أمر بالإحسان حتى إلى أقباطها، فقال صلى الله عليه وسلم: الله 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 في قبط مصر، فإنكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدة وعونا في سبيل الله. وطني حبيبي وطني الغالي وطني النجم العالي وطني شعر